تخيل نفسك في وسط هذا الكم الهائل من الكتب. كل صفحة قد تكون مفتاحا لفكرة، كل غلاف قد يخفي وراءه رؤية جديدة للحياة. لكن هل مجرد شراء الكتب يجعلنا أكثر وعيا؟ هل نحن نقرأ لكي نفهم أم لنملأ رفوف مكتباتنا فقط؟ النهاردة مش بس هنتكلم عن معرض القاهرة الدولي للكتاب كحدث ثقافي، لكن هنحاول نشوف علاقته بالفلسفة. هل الفلسفة مجرد ركن صغير في جناح الكتب الأكاديمية، ولا هي روح المعرض كله؟ وإزاي نقدر نفكر بطريقة فلسفية وسط زحمة المعرفة اللي بنشوفها كل سنة في المعرض؟ أنت هنا في برنامج الفيلسوف، وقبل ما أبدأ ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا ندخل في موضوع الحلقة على طول. زمان أفلاطون في حوار فايدروس انتقد الكتابة نفسها، وقال إنها قد تجعل الناس يظنون أنهم يعرفون بينما هم في الحقيقة لا يفكرون. يعني مش كل قراية بالضرورة هتصنع وعي، بل ممكن تخلق وهم المعرفة. طيب إيه الفرق بين القراية الواعية والقراية العشوائية؟ القراية الواعية هي اللي بتدفعك للتفكير، بتخليك تسأل، تناقش، تحلل، مش مجرد تلقي وخلاص. أما القراية العشوائية أحيانا بتكون مجرد تراكم معلومات بدون نقد، بدون فهم واعي. وعشان كده المعرض مش بس سوق للكتب، لكنه اختبار حقيقي لطريقة تفكيرنا. معرض الكتاب حدث ثقافي سنوي، لكنه كمان مرآة بتعكس اهتمامات المجتمع. لو بصينا على الكتب الأكثر مبيعًا هنلاقي بعض الظواهر المثيرة للتأمل. هل انتشار كتب التنمية البشرية دليل على سعي الناس لفهم ذواتهم؟ هل انتشار الروايات، الأكشن والتشويق بتتصدر القوائم ليه؟ ليه بتتصدر القوائم؟ هل الكتب الفلسفية بدأت تنتشر أكتر ولا لسه محتفظة بكونها نخبوية؟ في مقولة بتقول: قل لي ماذا تقرأ أقل لك من أنت. بس هل ده حقيقي، ولا ممكن الناس تشتري كتاب معين لمجرد الموضة وخلاص؟ كتير من الناس بتدخل المعرض بحماس تشتري كتب كتير، وبعدها بشهور تلاقيها متكومة بدون قراية. هنا السؤال اللي لازم نسأله: ازاي نختار الكتب بطريقة فلسفية مفيدة؟ في قاعدة ممكن نستفيد منها من سقراط: قبل ما تشتري كتاب اسأل نفسك 3 أسئلة. هل الكتاب ده فعلا مفيد؟ هل الكتاب ده صادق وبيقدم معرفة حقيقية؟ هل هو ضروري ليا أصلا ولا لأ؟ لو إجابتك لأ على واحد منهم، فكر مرتين قبل ما تشتريه. زمان كانت الكتب محدودة، وكان الوصول للمعرفة صعب جدا، لكن النهاردة عندنا وفرة غير طبيعية من الكتب والمقالات والفيديوهات. بس هل ده شيء إيجابي؟ لما نيجي نروح لفريدريك نيتشه الفيلسوف الألماني الشهير هنلاقيه بيقول إنه كان خايف من تراكم المعرفة بلا نقد، لأن ده ممكن يحولنا المستهلكين للمعلومات بدون ما نكون مفكرين حقيقيين. إحنا في عصر اسمه الإفراط المعرفي، كل يوم في كتب جديدة، بس السؤال هو: هل إحنا بنفهم فعلا ولا بس بنجمع معلومات؟ في الحقيقة معرض القاهرة الدولي للكتاب مش مجرد مكان بنشتري منه كتب، لكنه فرصة للتأمل في علاقتنا بالمعرفة. الفلسفة مش جناح معين في المعرض، لكنها الطريقة اللي بنشوف بيها كل جناح، كل كتاب، كل فكرة كمان. قبل ما تشتري كتاب فكر: هل هو هيضيف ليك فعلا؟ هل هيساعدك تفهم الحياة بطريقة أعمق، ولا مجرد عنوان جذاب هتحطه في مكتبتك بدون قراية؟ في النهاية الفلسفة مش بس في الكتب، لكنها في طريقتنا في التفكير، في انتقاء المعرفة، في سعينا الدايم للفهم. ودلوقتي جه دوركم: ايه اكتر كتاب فلسفي اشتريته من معرض الكتاب وكان ليه تأثير عليك؟ وكمان شايفين الكتب الفلسفية بدأت تنتشر اكتر ولا لسه محدودة؟ اكتبوا رأيكم في الكومنتات. وفي آخر الحلقة ما تنساش تشوفوا الحلقات اللي فاتت وتستنوا الحلقات الجديدة. وانت هنا في برنامج الفيلسوف، وما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.